يسعد أوقاتكم متابعينا، بتمنى تكونوا كلكم بخير. وإن شاء الله كل أيامكم سعادة وهنا يا رب. اليوم بدنا نحضر السمنة البلدية بالبيت بطريقة كتير سهلة وبسيطة، بمكونين قد تكون الزبدة الصناعية وقد تكون الزبدة البلدية. بالنسبة للزبدة الصناعية أو اللي هي جاهزة، راح أخذ كيلو من الزبدة بالإضافة لكوب من البرغل الخشن حصرا أو انقعه بمي قبل بنص ساعة من الشغل، وبدي كوب وربع من اللبن الزبادي أو اللبن الرايب. بداية أنا راح أحط كيلو الزبدة على نار هادي وحركه لحتى يذوب. طبعا ما ننسى أهم شغلة، البرغل لازم يكون خشن أو لازم ننقعه قبل بنص ساعة على الأقل لحتى الحبة تطرى، لأنه أثناء الغلي ما راح تطرى كثير الحبة. وأضفنا هون اللبن كمان لحتى نزيد طراوة حبة البرغل وتقدر تمتص أكبر كمية من السوائل الموجودة بالزبدة. نستمر بالتحريك لغاية ما أنا ذابت. بعدين حنضيف لها اللبن، واللبن كمان فائدته هون إنه نحن لما عم نطبخ البرغل فيه رح نرجع ناكله نحن للبرغل نستخدمه كوجبة، فبيعطي كمان نكهة كتير لذيذة للبرغل، نكهة الحامض الموجود فيه. إذن رح نضيف اللبن والزبدة، بعدين ملعقة صغيرة من الكركم. الكركم فوائده كتير للجسم ولرفع مناعة الجسم، بالإضافة على أنه رح يعطي لون رائع جدا للسمنة، اللون الأصفر الذهبي. ومنضيف كذلك ملعقة كبيرة من الملح. وبنستمر بالتحريك على نار هادي، ما بتصير تكون النار تكون عالي لحتى ما يحترق. فنحن كل دقيقتين لازم نحرك الخليط ونضلنا منتبهين انه ما يلتصق. هلا بنضيف عاد البرغل الخشن حصرا، ما بصير برغل ناعم، لازم يكون برغل خشن ومنقوع، ونضلنا نحرك فيهم لحتى نضمن انه ما صار في اي التصاقات بارض الطنجرة. هلا بالنسبة لو كان عنا زبدة عربية بيضة، بنذوب الزبدة بهاي الطريقة وبنستنى لحتى تغلي. مجرد ما انها غليت منضيف لها مباشرة البرغل اللي نحن ناقعينه، ومنضيف له ملح والكركم. اذا ما منضيف له لبن. هون هيك اضفنا البرغل وبنستمر بالتحريك نفس طريقة الزبدة العادية، ولكن هون هيك ما منضيف اللبن، لأنه لاحظوا هي فيها لبن، يعني هي الزبدة البيضة طبيعية، هون ما مستخرج منها اللبن ولا مستخلص منها، فموجودة على طبيعتها. إذن هون ما منضيف نهائيا اللبن، بينما زبدة المكعبات أو الموجودة بالسوق رح نضيف لها اللبن. وبنستمر بالتحريك. إذن مجرد ما حطينا البرغل نفس الطريقة، سواء الزبدة العربية البيضة أو الزبدة الصناعية، تختلف بخطوة واحدة فقط، إنه الزبدة الصناعية أضفنا لها لبن زبادي، بينما الزبدة العربية ما أضفنا لها غير الكركم والبرغل الخشن المنقوع والملح. وهلأ بنستمر بنفس الطريقة للنوعين من الزبدة. مجرد ما نبلشوا يغلوا نستمر بالتحريك لحتى ما يلتصق البرغل بكعب الطنجرة. شوفوا هلأ هوني فصل الزبدة، عفوا فصلت السمنة عن البرغل فصل نهائي. بهاي المرحلة بنتركهم يغلوا نص ساعة تماما مع التحريك حتى نضمن انه السمنة تدوم فترة أطول عنا وما تخرب. بعد ما خلصناها غلي نجي نصفي السمنة وهي بهاي المرحلة، يعني قبل ما تجمد، لأنه إذا جمدت بترجع تمسك بحبات البرغل. وهي دافية أو أكثر من دافية شوي، يعني هي سايحة بهذا الشكل، بنصفيها على مصفاي. طبعا بده يطلع فيها شوائب
شوفوا الشوائب اللي طلعت بالمرحلة الأولى. لا تقلقوا لأنه عنا في مرحلة ثانية. ومنزل كل حبات البرغل أو كل البرغل اللي احنا موجود عنا بأرض الطنجرة على هي النصفاية، لحتى يعني يتخلص البرغل من أكبر كمية ممكنة من السمنة. طريقة كتير سهلة وبسيطة، وبنحصل على نوعية ممتازة من السمنة ونكهة رائعة جدا، وأوفر بكتير من السوق. يعني بكل المراحل اللي إلها بنقدر نطبقها بسهولة وبوفرة مادية جيدة. هلأ لاحظوا عنا ضل في شوائب بأرض الصحن، فرح نصفيهن مرة ثانية. بنجيب قطعة من القماش الأبيض تكون سميكي أو شاشية، وبنحطها بالمرطبان. طبعا المرطبان يفترض يكون معقم بشكل جيد وناشف، ما يكون فيه نهائيا أي رطوبة، لأن لو فيه رطوبة راح يخرب. وبنبدأ نصفيهن، إما قطعة شاش أو قطعة قماش تكون سميكي. يفترض تكون سميكي أفضل من الشاش هسه، مشان ما تسمح نهائيا للشوائب بأنها تنزل مع السمنة للمرطبان لتحت. شوفوا ما أحلى هاللون، صافين ولا أروع من هيك، وريحتهم بتشهي. إحنا بالإضافة لأنه عملنا يعني السمنة، شوفوا مثل لون الذهب، مثل لون العسل مبينة. هلأ ريحتها بتشهي، إضافة على إنه البرغل نكهته ولا أروع من هيك، نكهة الحامض مع الدسم. أكلي يعني إحنا بنستنى نعمل تصفية السمنة أو تحضير السمنة لحتى ناكل هاي الأكلة اللي مسميها ذوبي. ذوبي يعني من تذويب الزبدة لحتى نعمل السمنة. طبعا هون هيك بعد ما بردت السمنة وجمدت، شوفوا ما أحلى هاللون، وشوفوا كيف هيك محبحبة. احنا بنقول انه مبرغلي، يعني لما تكون هاي السمنة مبرغلي معناتها هي نوعيتها كتير جيدة ورائعة جدا. شوفوا كيف عم تلمع، ما أحلاها، وريحتها ونكهتها ولا ألذ من هيك. بتمنى عن جد تجربوها وتعطوني رأيكم فيها ضمن صندوق التعليقات. وإذا عجبتكم الوصفة ياريت تضغطوا على زر الإعجاب، كذلك الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا للمتابعة.